السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. عايزة اقول لكم وحشتوني قوي قوي بجد، بقيت بستنى كل مرة انزل فيها فيديو عشان اشوف كومنتاتكم الحلوة وكلامكم الجميل. مبسوطة جدا بمشاركتكم ليا في الفيديوهات بتاعتي، بجد مبسوطة، ويا رب كل مرة انزل لكم فيديو كده يكون عاجبكم ويبسطكم. والنهاردة بقى جايه لكم بفيديو انا كنت وعدتكم فيديو مشتريات الشهر، طبعا كلكم شفتوه معايا. كنت جايبة فيه شروة بطاطس حوالي 10 كيلو، ووعدتكم في الفيديو ان احنا نشوف مع بعض ازاي هنشيلها وازاي نخزنها ونحافظ عليها. اول حاجة انا طلعت منها البطاطس الكبيرة شوية كده اللي هي بتاعة الطبخ او الاكل، سبتها حطيتها في التربو، كان حوالي 3 كيلو، سبتهم في التربو كده ايه اللي هو الطبخ او للاكل الصواني او كده. وجبت بقى البطاطس المتوسطة دي والبطاطس الصغيرة. اول حاجة حطيتهم كلهم في الحوض، نقعتهم كده في مية، يعني نقعتهم فترة لحد ما دوبوا اي تراب او طينة عليهم، وبعد كده غسلتهم كويس قوي بايديا. وهنا زي ما انتم شايفين بدأت بقى ايه اشوف اي واحدة مش نظيفة اغسلها تحت الحنفية على مية جارية، واقسم بقى البطاطس الوسطانية دي حطيتها في البلاستيكة الكبيرة، والبطاطس الصغيرة اللي هي تنفع للسلق وتبقى كويسة في السلق حطيتها في الطبق الصغير ده. بس جبت بقى خلصت غسلهم كلهم، جبت حلة كده متوسطة، حطيت فيها شوية مية من الحنفية وشوية ملح، وبدأت اغسل البطاطس الصغيرة دي تاني، اعيد عليها تاني، لان انا ايه هحطها بالقشر بتاعها مش هقشرها. وهنا قطعتها بقى كل بطاطسايه نصين او 4/4 حسب حجمها، لو صغيره بخليها نصين، لو متوسطه شويه او اكبر من الصغيره شويه بعملها 4. ده كده بعد ما خلصت تقطيعهم كلهم رحت حطاهم على البوتاجاز يغلوا بقى لحد ما يستووا بقى يتسلقوا مع نفسهم، وهوريكم هنشيلهم ازاي. جبت بقى بلاستيكه تانية حطيت فيها ميه من الحنفيه، وحطيت فيها تلج. انا كنت حاطه كيس تلج في الفريزر من اليوم اللي قبله علشان استخدمه في الوصفه دي. جبت بقى البطاطس وقشرتها بطاطس عاديه بقى بالمقشره، واللي كنت بقشره كنت بحطه في يعني البلاستيكه اللي فيها ميه بتلج دي، حطيتها على جنب تسقع، الميه اللي فيها كلها تسقع. وجبت بقى طبق تاني كده او بوله تانية بقيت اللي اقشر احط فيه ميه من الحنفيه عاديه، بس عشان البطاطس ما لونها ما يتغيرش لحد ما اقشر الكميه اللي معايا كلها. ورحت جايبه القطاعه وبدات بقى اقطع التقطيعه العاديه، يعني كل واحد بقى حسب ما التقطيعه بتاعته. انا قسمتهم كده بايديا وبقيت بحط على القطاعه بحيث ان احنا ايه نطلع على قد ما نقدر الصوابع حجمها شبه بعض او زي بعض. كنت بحط حتى شريحتين فوق بعض واقطعهم تقطيعه واحده، واحط بقى تاني برضو في بوله فيها ميه. الميه اللي احنا بنحطها دلوقتي فيها دي وظيفتها بس ان هي ما تخليش البطاطس لونها يتغير لحد ما نخلص الكميه، لانها طبعا كميه كبيره، فممكن عبال ما ارجع لها تكون غمقت او حاجه. بس خلصت كده كمية بطاطس، قطعتها كلها صوابع، ورحت جاية في البلاستيكة اللي فيها مية بتلج حطيت فيها معلقتين كده خلش او ربع كوباية خل صغيرة، وبقيت اللي قطعه صوابع احطه في المية بخل. الخل ده فايدته إيه؟ بيسد المسام بتاعة البطاطس، فبيخليها ما تمتصش زيت زيادة ساعة القلي، وكمان بيخليها مقرمشة. دي فايدة بقى ان احنا بننقعها في مية ايه بخل. هنا بقى البطاطس اللي انا كنت حطاها على النار تتسلق، كانت اتسلقت خلاص، وكنت بوريكم قد ايه القشرة بقى بتطلع بسهولة جدا وببساطة جدا. بصوا يعني يا دوب بس الميه تدفى شويه او تبرد شويه، وبدات اقشرها بايديا، قشرت الكميه كلها اهي في طبق. زي الفل يعني، كانت حلوه جدا. اقسمها على حسب استهلاكي، بدات احط بقى في كل كيس كده الكميه اللي انا بستهلكها، يعني بطلع بقى الكيس ده ايه اهرسه، واحط بقى البهارات بتاعته، الملح والكمون والثوم مثلا، ومثلا معلقه زيت زيتون او حاجه، واقلبهم وتبقى بطاطس مهروسه او بطاطس اللي هي بيوريه يعني. تمام. طبعا بتبقى كويسه جدا جنب اي اكل، وبتبقى صحيه كمان ومفيده، وبتبقى والكل بيحبها، حتى يعني لو موجود اطفال صغيرين او حاجه بتبقى سهله في الاكل ومفيده. فهو انا كنت عملت بقى بالكميه دي 3 اكياس. طبعا الكيس هيعمل طبق، مثلا طبق هيقعد معاكي كذا يوم، فالكميه دي هتكفيني ايه خلال الشهر باذن الله. هنا بقى كنت خلاص نقعت البطاطس اللي انا مقشراها في الميه بخل حوالي نص ساعه او اكتر. بقى جبت طاسه فيها زيت غزير كده على النار، يعني شويه زيت حلوين، وسبت الزيت بقى ده يسخن جامد، وبعد كده وطيت النار عليه وبدات انزل بالبطاطس. بتنزلي يعني كميه شويه بشويه، ما تحطيش كتير علشان يلحقوا يتشمعوا ويلحقوا ياخدوا لون كويس. طبعا يا دوب حوالي 5 دقائق في النار، اول ما تلاقيهم بداوا كده يصفروا شويه او ياخدوا نص تسويه نص تحميره، بنطلعهم بقى على ايه، على صينيه مفروشه بالورق المناديل او ورق المطبخ، حسب بقى انت بتطلعي على ايه بالظبط. اهم حاجه ان احنا نطلعهم يتصفوا من الزيت كويس قوي وينشفوا من الزيت. انا بقى كنت بعمل معاكم الكميه اهي. في خطوه بقى، الخطوه دي اختياريه، انا بعد ما كنت بنشف وابرد البطاطس خالص على المناديل، انا حتى نقلت الصينيه حطيتهم في الصينيه التانية،
جبت بقى ورق الزبده اللي هو ورق المطبخ وبدات اعمل الخطوه دي. خطوه اختياريه، هي فايدتها ايه؟ ان احنا لما نيجي ندخله الفريزر او الديب فريزر عشان تجمد، تبقى بتجمد كل واحده بوحدتها. يعني انا اللي بردوا كده بدات ارصهم على الصينيه اهو، رصيت الطبقه الاولى واحده واحده كده بعاد عن بعض، وبعد كده حطيت فوقيهم ورق زبده تاني وبدات ارص بقيه الكميه واحده واحده بعاد عن بعض. طبعا الخطوه دي بنعملها بعد ما البطاطس تبرد اصلا، ودي خطوه اختياريه زي ما قلت لكم كده. لو انت عندك اي طريقه تانية ان انت تفرديهم بعيد عن بعض او تحفظيهم بعيد عن بعض يبقوا مفردين كده، اعمليها براحتك برضه. بس زي ما انتم شايفين كده ايه، عملت بقى الكميه كلها وحطيتها بقى في الفريزر. يعني ده كان الشكل بتاعها، حطيتها في الفريزر حوالي لحد اخر اليوم، يعني حوالي 5-6 ساعات. وبصوا لما طلعتهم بقوا عاملين ازاي. يعني ده بقى فايده انا بقول لكم رصيتهم واحده بعيد عن واحده. مجرد ما طلعتهم من الفريزر يعني متفرطين كلهم، مش ملزقين، مفيش واحده لازقه في الثانيه. بقى جبت الاكياس بتاعه الثلاجه اللي انا بحفظ فيها الطعام عندي، وقعدت احط بقى فيها كميات حسب ما انا بستخدم. يعني انا عارفه الكميه اللي انا بستخدمها قد ايه، بدات احط في الاكياس كده، قسمتهم وعملت الكميه كلها وحطيتها بقى ترجع تاني تتجمد بقى في الفريزر براحتها. الصوره اهي بقى واضحه الدور. يعني حتى ورق الزبده ده ما لزقش في البطاطس اللي تحت او في اللي فوق، مفيش حاجه لزقت في حاجه، بس حطيتهم بقى كلهم اهو. ودي بقى الكميه اللي اتعملت عندي برضو تكفيني خلال الشهر. لما عاوز اي وقت بطاطس محمره اطلع الكيس ويا دوب بس في الزيت بالظبط دقيقتين، وهوريكم برضو النتيجه النهائيه. ده كده كان قبل ما يدخلوا يكملوا التفريز بتاعهم او التجميد بتاعهم. هنا بقى كنا بعديها بيومين او 3 كانوا جمدوا كويس قوي. طلعت هنا الطاسه، حطيت برضو سخنت الزيت بتاعها. كنت بوريكم بقى هما كده مجمدين بقى لهم يومين 3، وبصوا مفرطين، لونهم ما اتغيرش، لونهم زي ما هما وهم مجمدين كده مش بيفكوا. باجي منزلاهم على الزيت على طول بالظبط دقيقتين هتلاقي لونهم اتغير، يعني من غير اي مجهود، يعني سهوله. يعني انت هتتعبي في تحضيرهم، بس بعد كده على الاستخدام على طول، على الاكل على طول. بصوا كنت بوريه لكم، مفيش حاجه لونها متغير ولا اسمرار ولا سواد ولا اي حاجه. دقيقتين بالظبط. بصوا اللون ذهبي ومقرمش وجميل، طعم بقى وراحه ويعني بصوا اليوم ده انا كنت بعمل برضو بطاطس، سندوتشات بطاطس سوري، طلعوا تحفه بجد، مقرمشين ولونهم تحفه. بس ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبكم، وجربوا كده تبقى تسهلوا على نفسكم بالطرق البسيطه دي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في الفيديو الجاي. متنسيش تحطي لايك والاشتراك تحت الفيديو، واضغطي على زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا مع السلامه.